السلام عليكم متتبعي قناه كويزين سيما، تنتمنى نلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم بخير وعلى خير. الفيديو ديالنا ديال اليوم هو عباره على وصفه ديال الكرانولا، وصفه صحيه 100%، كتجي زوينه بزاف ولذيذه وكتعطينا كميه اللي هي كبيره ايضا، وكذلك كيجي المذاق ديالها احسن بكثير من الكرانولا اللي كنشريوها هكا من المتاجر الكبرى. فنحضروها هكا الفطور ديالنا اولا ديال وليداتنا، كتجي زوينه بزاف وكتعطي واحد القيمه غذائيه كبيره للجسم ديالنا. وانا كما كتسمعوا معايا صوت ديال القرمشه ديال هاد الكرانولا، فراه ما نقولش لكم كتجي زوينه بزاف. وبلا ما نطول عليكم ندوزو للفيديو باش تعرفوا على الطريقه والمقادير. ونبداو على بركه الله. هنا غادي نحتاجوا لواحد البول اللي يكون كبير اللي غادي نخلطوا فيه المواد اللي عندنا. غادي نحتاجوا هنا الشوفان، يكون الحبه ديالو كامله، تكون يعني مش داك الشوفان اللي كيكون رقيق. غنحتاجوا الشوفان حبه كامله. غنحتاجوا منه جوج ديال الزلافات، كل وحده عندي فيها هنا 250 غرام، اي بمجموع 500 غرام او نص كيلو. غادي نحتاجوا كذلك واحد الزلافه ديال اللوز اللي قطعته بهذه الطريقه. حاولوا ما تهرمشوش بزاف، يعني خليوه هكا باين باش كيجيكم في الماكله كيجيكم مزيان. عندي كذلك واحد الزلافه ديال الكركاع اللي مقطع بهذه الطريقه. كما شفتوا معايا راه جميع المكونات غادي نقطعوهم غير شي شويه بحال هكا باش كيجيونا باينين في الكرانولا ديالنا. هنا عندي واحد الزلافه اللي مخلطه ما بين البندق والاكاجو. تقدروا نتوما تحكموا في الكميه كما كتبغيو، تقدروا يعني تغلبوا الاكاجو او البندق على الكركاع او اللوز او العكس. المهم الكميه اللي عندكم ديال هاد المكسرات تقدروا انكم تستعملوها، اولا كذلك اي مكسرات اللي هما متوفرين عندكم فتقدروا تزيدوهم لهاد الوصفه. كما شفتوا معايا هنا ضفت شويه ديال الملحه باش كيبنن ليا هاد الوصفه هادي، وضفت نصف كاس ديال زيت الزيتون حتى هو غادي نضيفوه، وغادي نضيف 3 ديال المعالق كبار ديال العسل. تقدروا تستعملوا عسل طبيعي او العسل العادي اللي عندكم. هذا العسل فقط كيعطينا غير هذاك اللون الذهبي المكسرات ديالنا، فراه ما كيجيش المذاق ديالو باين بزاف. بالاضافه لزيت الزيتون حتى هي ما كيجيش المذاق ديالها باين. كنحركوا هذا الشيء كامل هكا بشي ملعقه حتى يعني كنتاكدوا بان الزيت مع العسل يعني تخلطوا لينا مزيان، يعني كل حبه تلبسات لينا مزيان بهذاك العسل وبالزيت بطبيعه الحال. غادي ناخذ واحد اللاطه ديال الفرن اللي اكيد غادي نوضعوا فيها ورق ديال المطبخ باش نتفاداو يلتصقوا لنا الحبات ديال المكسرات في الطاوه. غادي نوضعوه بهذه الطريقه هذه ونفرشوه يعني هكا بشكل متساوي باش كيتوزع لنا الطياب الجميع، يعني هكا البلايص ديال المكسرات ديالنا. وبطبيعه الحال الفران غادي نكونوا مسخنينه من قبل على درجه حراره 300، كنسخنوه مزيان حتى كيسخن. ملي كندخلوا ليه اللاطه ديالنا فكنقصوا على الفران تقريبا تنقصوا حتى 180 درجه، وتنخليو هاد المكسرات حتى كيطيبوا تماما. يعني غير فاش كنقول كيطيبوا يعني فقط غير كياخذوا داك اللون الذهبي وكيطيبوا على خاطرهم، وكنتاكدوا حتى ان الوسط ديالهم طايب يعني بنفس الدرجه ديال اللون اللي على برا، حتى الطياب يكون داخل يعني الداخل ديال كل حبه ديال المكسرات. بهذه الطريقه هذه كما شفتوا معايا صافي تنخرج الكرانولا ديالي مباشره من الفران، وغادي نضيف ليها كميه من الزبيب اولا العنب المجفف وديال الشوكولاط اللي مقطع بهذه الطريقه. وتقدروا كذلك تستعملوا هذوك الحبيبات ديال الشوكولاط اللي يكونوا صغارين. انا ما توفروش ليا فضفت هادو بحال هكا. كان عندي واحد القطعه ديال الشوكولاط وقطعتهم مربعات. وبطبيعه الحال الا بغيتو تضيفوا الشوكولاط فخاص تكون الكرانولا ديالكم بردات تماما باش ما كيذوبش لكم الشوكولاط. وهكا تتكون الكرانولا ديالنا وجدات، تقدروا تناولوها مباشره اولا تحتفظوا بها لمده اطول. غتاخذوا واحد البواطه محكمه ديال الاغلاق، من الافضل تكون ديال الدجاج، وتوضعوا فيها الكرانولا ديالكم. راه كتجي زوينه بزاف وكتدي لكم المده اللي هي طويله بزاف. وكما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله، وبسلامه عليكم.